السلام عليكم، مرحبا بكم، صباح الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا قاع بخير. مرحبا بكم في قناتكم لمسات إيلين. اليوم إن شاء الله جبت لكم حلوى صابلي كاستيل للعيد الكبير. حلوى ما فيها شوكولا، حلوى تذوب في الفم. صدقوني البنات، هذه الحلوى نقعد غير نشكر فيها وما نوفيهاش حقها من كثرة البنة اللي جات تهبل. ننصحكم البنات تجربوها، وعلى بالي كي غادي تجربوها غادي تعجبكم بزاف، راح تولي عندكم ادمان تولوا كل خطره ديروها. شوفوا الشكل تاعها شحال جا. الحلوى تاع اليوم درتها بذوق بخاليني اللوز اللي يعطيها واحد البنه واحد الهشاشه بزاف شابه. نروحوا الى طريقه التحضير، وبلا ما ننسوا البنات نصلوا على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولا ما نوصيكم على اللايك والاشتراك في القناه وتشغيل الجرس ليصلكم كل جديد. هنا بالنسبة للمقادير عندي 500 غرام مارغرين، سكر ناعم، كاس سكر ناعم، كاس مايزينا، 5 حبات بيض كاملين، زوج مغارف معمرين بخالين اللوز، كيس خميرة كيميائية وفرينة اللي تكون مغربلة نلمو بها العجينة. هنا كما كنتم تشوفوا درت السكر ودرت المارغرين وعطر الفانيليا، درت لهم في غيسيبيون ونطلعهم بالخلاط الكهربائي. انا استعملت البيتخا، نتوما تنجموا تستعملوا خلاط كهربائي. نطلعهم ونزيد 5 حبات بيض، وكما كنتم تشوفوني زدت البيض، زدت له شويه عطر الفانيليا باش تروح لنا هذيك الريحه تاع البيض، ونعاود نخلطهم مليح حتى نتحصلوا على قوام كريمي. ومن بعد نزيد زوج مغارف معمرين بخاليني اللوز، ونزيد كأس مايزينا ونخلط مليح. هنا البنات بعد ما تحصلت على قوام كريمي وتجانسونا كاع المكونات كما راكم تشوفون، نبدا نستعمل في اليد. هنا كملاحظه كي نزيد الفرينه ما نستعملش البيتخا، نزيدو الفرينه ونستعملوا فقط اليد. كما راكم تشوفون نبدا نغربل في الفرينه، وزدت كيس خميره كيميائيه، نقعد نلم في العجينه غير بيديا. هنا كملاحظه ما نعجنوش الحلوى تاعنا، كون نعجنوها غادي ما تخرجلناش حبه واحده، كي نطيبوها تولي حبه صغيره وحبه كبيره. البنات بالنسبة لبخاليني اللوز، أنا شريته يدير 50 ميل لابواط. نتوما تنجمو تصنعوه غير في الدار. هنا نقعد نزيد غير بشوية الفرينة. هنا كملاحظة أيضا هنا غربت الفرينة مقبل باه ما نقعدش نغربل فيها وأنا يدي هكا كما راكم تشوفوا. وهنا بعد ما تحصلت على عجينة طرية البنات كما كنت تشوفون ندي شوية من هذيك العجينة ونصنع كرة. كي نشوف هذيك الكرة ما دارتليش تشققات نعرف بلي صاي العجينة تاعنا راهي ناجحة ما خصهاش الفارينة. هنا نقسمها الى قطعتين كما راكم تشوفوا، ونديرها في كيس ونخليها تريح لمدة 10 دقائق في الثلاجة. كما نعرفوا الحمان وباه ما تلقناش هذاك الزيت. نغطوها مليح البنات باه ما يضربهاش الهواء. وهنا بعد ما ريحت لنا وفاتت لنا 10 دقائق في الثلاجة، نفرش هذاك الكيس كيما شفتوني. هنا كملاحظة أنا نستعمل الكيس باه ما كي نحلها ما نزيد لهاش الفرينة، وكي نزيدو الفرينة هذه الحلوى تاعنا تنشف لنا ودير لنا تشققات كي طيب. دائما استعملوا الكيس ديروه من الفوق ومن التحت وحلوا بالحلال. هنا بالنسبة للمول أنا استعملت هذاك الطابع مدور. هنا البنات ما تخدموش بهذاك الطابع اللي يجي اينوكس. هادو كي نبدو نطبعوا في الحلوى غادي يعواج وتجينا حبة ماشي كيف كيف، ما تجيناش حبة واحدة. دائما شو هذاك اللون اللي يجي جري، مش عارفة هذاك النوع كيفاش سموه. كما كنت تشوفوا الحلوى حليتها ماشي خشينة بزاف كما راكم تشوفوا. هذا هو الطابع اللي قلت لكم عليه. راكم تشوفوا اللون يجي جري ماشي كيما هذوك تاع الاينوكس. انا هذوك كاع ما وليتش نستعملهم، وليت كي نخدم بيهم ما تجيناش حبه واحده.
شوفوا السمك هنا البنات. هنايا درت بابي كويسون، فرش بابي كويسون في البلا، وتنجموا ما تستعملوش خاطرش الحلوى تاعنا فيها المارغرين ما غاديش تلصق لنا في البلا. هنا بالنسبه للفرن البنات شعلته على 180 درجه، نطيبها مليح من التحت كيما راكم تشوفوا، ومن الفوق غير نخليها هكا صفرة، ما نطيبوهاش مليح من الفوق. هنا بعد ما طابت لنا الحلوى نروح نشوفوا باش غادي نلصقوها. هنا انا البنات استعملت كابريز بذوق الكراميل كما كنت تشوفوا. نلصق الحلوى تاعنا، وهنايا نديرها في الثلاجة بهذيك الحبة الكراميل هذاك تاعنا ما يطلقلناش، وتبدا الحلوى تاعنا تطيح. وروح نحضر معاكم لا كريم او بور. هنا بالنسبه لكريمه الزبده غادي ندير لها هذاك بخاليني اللوز كما راكم تشوفوا. درت 3 مغارف معمرين مارغرين ولا زبده، ونزيد نصف كاس سكر ناعم. هنا بلا ما نسوا نغربلوه باش يروح لنا هذوك الحبيبات. نخلطهم مليح، نطلعهم مليح بالباتر، ومن بعد نزيد 3 مغارف معمرين تاع بخاليني اللوز، وزيد نطلعهم مليح كما راكم تشوفوا. بخاليني اللوز البنات غادي يعطينا واحد البنه للحلوى تاعنا بزاف شابه. كما قلت لكم هنايا بخاليني تنجموا تصنعوه غير في الدار. هنايا غادي نطلع مليح هذاك المارغرين مع السكر. كي تبدلنا اللون تاع المارغرين والسكر ويولي عندنا اون كريم، نزيدو 3 مغارف معمرين تاع بخاليني اللوز كما قلت تشوفوا. هنايا بعد ما تبدل لنا اللون وتحصل على كريمه غادي نزيد البخاليني. بعد ما طلعتهم البنات نجيب بانسو كما راكم تشوفوا، وندير في لي كوتي وندير من الفوق بصح ما نديرش من التحت. ندير هذيك لا كريم او بور اللي ختمتها معكم. نستعملوا من الاحسن نستعملوا بانسو باش تجينا الخدمه نقيه، نستعملوش يدينا نقعدوا كل خطره نروحوا نغسلوا فيها وكاع. باستعمال البانسو تجينا خدمه سهله ونقيه. كما كنت تشوفوا ما غاديش ندير من التحت، ندير غير من لي كوتي وندير من الفوق. وهنا نروح نجيب اللوز ايفيلي ولا كوكاو ايفيلي. انا استعملت غير كوكاو ايفيلي شويه رخيصه على اللوز ويعطينا نفس البنه. شوفوا البنات هنايا حمصته البنات، حمصته مليح كما كنت تشوفوا اللون، ما نحمصوش حتى ينحرقوه. هنا نكمل كاع الحلوى تاعنا ونروح نشوفوها في صحن التقديم. هنا قبل ما نحطوها في صحن التقديم غادي نرشها من الفوق بسكر غلاس كتزيين فقط، يعطيها واحد اللمسه بزاف شابه. شوفوا البنات الحلوى تاع اليوم جات بزاف شابه. شوفوا الشكل شعل جا شباب بهذاك الكوكاو ايفيلي مع هذيك التحميره تاع الكوكاو. ننصحكم تحمروه مليح البنات باه يعطينا بنه ثانيه شابه. كي نحمصوه غادي يزيدنا في البنه. وهاي الحلوى تاعنا اليوم واجده. شوفوا الشكل تاعها شحال جا شباب. صدقوني البنات والله لا واحد البنه بزاف بزاف شابه. ننصحكم تجربوها. واذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم حبيباتي الغاليات ما تنسونيش في اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. شوفوا البنات هنا بعد ما درتها في لي كيسات شحال جا الشكل تاعها شباب. نقولكم ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم وصحه عيدكم، ومرحبا بكم في قناتي، ومع السلامه وفي الملتقى ان شاء الله.